اليوم وصفتنا جدا جميلة اسمها كاثي رولز. راح اسويها بالدجاج، تتسوى بدجاج او سمك او لحم زي ما انتم حابين، بس انا بسويها بالدجاج. وراح اعدل شوي عليها. طبعا تقدرين تحطين اي شيء، اي نكهة انت تبينها في هذه الوصفة. انا بسويها بطريقة جدا لذيذة وجميلة بتعجبكم. انا جهزت اغراضها بس ما راح اقول لكم اياها الحين. اهم شيء اني راح احتاج شباتي. ممكن تسوون الشباتي في البيت او تستخدمون الجاهز. انا راح استخدم اللي راح اسويه الان اني راح اخبز الشباتي واخليه جاهز، وبعدين اعلمكم ايش الوصفة. طبعا الوصفة انا اضفت عليها الوصفة الاساسية انه تسوين لك حشوة دجاج او حشوة سمك او حشوة روبيان، تحطينها داخل شباتي وتلفينها. هذه الوصفة الاساسية. انا اللي راح اسوي الوصفة الاساسية، وراح احطها بصينية واحط عليها خلطة وصوص وادخل الفرن. بيطلع شيء مرة يامي باذن الله. الشباتي هذا اخذته من اللولو هايبر ماركت، حتى مكتوب عليه شوفوا فوق لولو، ومرة زين ولذيذ وحلو. نفس هذه الوصفة تقدرون تسوونها بخبز البراتة. راح اجيب لكم الان خبز براتة الجاهز او اللي انتم تسوونه في البيت، كله عادي. حطيت الخبز على المقلاة الساخنة بدون ما احط اي اضافات او اي زيت. شوفوا الان بس صار الشباتي خلاص كذا، صار تقريبا جاهز. شوفوا من الجهتين، اللهم بارك. راح اشيله واحطه في صحن. هنا اللهم بارك خلصناهم كلهم، وراح اغطيهم على اساس ما تنشف. خلونا نشوف الان مع بعض مكونات الوصفة حقتنا. راح نحتاج الى دجاج مقطع بهذه الطريقة، بحتاج الى بصل، فلفل بارد وفلفل حار، كزبرة وشبت. وهنا عندي البهارات، عندي الثوم، المعجون الثوم، معجون الزنجبيل، بهار جرام مسالة وبهار الكاري، عندي الكركم والكزبرة والكمون والفلفل الأحمر الحار. أنا حطيت بدال البابريكا عشان يكفي حرارة، والفلفل الأسود. وعندي هنا بهار اسمه الشات مسالة، هو غالبا ينحط مع السلطات، يعطي طعم مرة حلو. وراح نحتاج إلى الزبادي. وللصلصة بعد الخطوة الأولى راح أطبخ كل شيء مع بعض ما عدا الخضار والبصل، أخليهم في الأخير. فأول خطوة راح أسويها أصدم الدجاج بالحرارة. طبعا راح أضيف الدجاج، المقلة جدا ساخن. طبعا ليش نحط الدجاج على مقلة ساخن؟ على أساس نسلمه بالحرارة، وبالتالي ما يطلع العصارة حقته، فما أكون سلقته. عاد تصدقون قررت اني احط البصل والفلفل البارد معه، بس بحط البصل الان والثوم والزنجبيل وبعدها بحط الفلفل البارد. اذا تبون البصل والفلفل يكون مقرمش حطوه في الاخير عقب ما تخلصون كل شيء سووه لحاله وضيفوا. اضفت هنا معجون الثوم والزنجبيل وراح اخلط كل شيء مع بعض اساس. الان راح اضيف الفلفل البارد. الآن راح نضيف عليها البهارات كلها، الكركم والكاري والجرام مسالة، الكمون، الكزبرة، الفلفل الأسود. وأيضا راح أضيف الزبادي وراح أقلبهم الآن مع بعض. الآن راح نقلبهم طبعا عشان تمتزج. لو تشمون الريحة تقولون قاعدين في قلب الهند. اللهم بارك. مجرد تتمزج المكونات واتركها شوي اتاكد انها استوت. طبعا اللي راح يصير راح اغطي عنها، بس لانه يعكس فما راح اغطيه. راح اغطيه واهدي الحراره شوي، نخليها متوسطه واخليه تقريبا 5 إلى 10 دقائق. طبعا اللي راح يصير راح اغطي عنها، بس لانه يعكس فما راح اغطيه. راح اغطيه واهدي الحراره شوي، نخليها متوسطه واخليه تقريبا 5 إلى 10 دقائق. في فقره قبل نغطي نسيتها، اللي هي اضافه الكزبره والشبت. اختياري الشبت طبعا. الآن راح أغطي عنها وأخليها تقريبا 5 دقائق وبتكون جاهزة. الآن راح نبدأ نحط فيه على الشباتي وراح نلفه بهذا المنظر. هنا طبعا صفيتهم في الصينية، راح أحط عليهم صوص، بنشوف مقاديره بعد شوي. هذا معجون الكاري، راح أحط هنا كريمة الطبخ، وراح أحط عليها معجون الكاري وأخلطهم مع بعض.
هنا قاعدة اخلط المعجون مع بعض، بعدين راح اصبه فوق الشباتي، بس اتأكد ان الخلط مرة مضبوط. اللي راح يصير الان راح اصب على المزيج الخليط اللي انا سويته زي ما انتم شايفين. طبعا اللي قاعدة اسويه الغمه بالجبن الموتزاريلا، وراح ندخله الفرن.